واش في اخبارك بلي السيده اللي كتشوف فيها كتبكي محتاجه تدخل ملكي عاجل بعد ما بغاوش الكلينيكات انهم يداويو ليها ولدها بامر من المندوبيه؟ وقبل ما نعرفوا القصه ديالها لابد غتكونوا عاقلين على القصه ديال الشاب هشام الله يرحمه زوج خديجه الصديقه واللي هي مثال حي لهذه المعاناه، حيت كان مريض بسرطان الدم اللوكيميا في مرحله متقدمه وكتحتاج تقنيات دقيقه بحال الزراعه ديال النخاع العظمي وعلاجات مناعيه متطوره اللي ما عندناش. التكلفه باش يتعالج في فرنسا وصلت ل 700 مليون سنتيم وهو مبلغ خيالي، وهذا الشيء اللي خلى الملك محمد السادس يتدخل ويتكلف بكل شيء. ورغم ان هشام توفى في دوجنبر بسبب المرض الا ان القصه ديالو بينات شحال حنا محتاجين نطوروا تقنيات العلاج الجيني في بلادنا باش ما نبقاوش ديما معولين على الخارج. وماشي غير هذه القصه، راه كاين العشرات ديال المغاربه اللي كيتدخل لهم الملك باش يعالجهم بفلوسهم. منهم مثلا اخر حاله ديال البنت سلمى اللي كان عندها مرض التليف الكيسي ودارت عمليه ناجحه بالتدخل الملكي. ودابا هذه المره مع حاله جديده وقصه مختلفه ديال ليلى اللي هي الام ديال كمال واللي كتعاني مع ولدها اللي مريض ليها بالتوحد وعنده اعاقه في الدماغ وباغيه دير ليه عمليه ضروريه للحاله ديالو، حيت الولد ما كيقدرش انه ياكل او لا يهضر والفم ديالو من الداخل في حاله صعيبه بزاف. وكيف كتقول انه العمليه ممكن دار ولكن المندوبيه الصحه مانعه لي زوبيطو انهم يديروها، وكتطلب من الملك انه يعاونها باش تقدر ديرها في شي سبيطار برا البلاد. واش بحال هاد الوليدات هادو ما عندهمش حق يتعالجوا في بلادهم؟ فللاسف هادشي كيدينا نسولوا شنو هما الامراض اللي المغاربه كيعانيو منهم ولكن ما عندهمش الدواء في المغرب. كاين مثلا الفشل الكلوي النهائي اللي مرض به اكثر من 38 الف مغربي للاسف، والناس اللي مرض بهذا المرض فاش كيعياو من العذاب ديال الماكينه ديال الدياليز اللي ما كدير لهم والو كيبقى قدامهم الحل الوحيد اللي غيرجعهم للحياه الطبيعيه واللي هو زراعه الكليه. هذه العمليه فاش كيبغيو المغاربه يديروها برا كيمشيو بزاف لتركيا حيت كتعتبر وجهه مناسبه في الثمن مقارنه مع دول اخرى، وكتقام عليهم العمليه تماك بين 16 و 21 مليون سنتيم. ولكن كاين اللي كيفضل يمشي لدول اوروبيه بحال مثلا المانيا وهنا التكلفه كتزيد تطلع وكتولي تلعب بين 70 و 100 مليون، اما في الصبليون فالثمن بين 110 و 120 مليون. اما فاش كنهضروا على امراض القلب المعقده اللي هي اكثر سبب كيموتوا به الناس واللي فاش كتوصل لمرحله الفشل التام كيولي المريض محتاج انه يزرع قلب جديد باش يقدر يعيش. هذه العمليه صعيبه بزاف وكتعتبر من بين الاغلى والاكثر تعقيدا في العالم، وهادشي اللي كيخلي المرضى يقصدوا دول متقدمه بزاف في هذا التخصص بالضبط بحال النمسا. والتكلفه ديال زراعه القلب في النمسا خياليه وكتوصل بين 500 مليون و 800 مليون سنتيم. هذا المبلغ الكبير كيشرح لنا علاش بحال هاد العمليات كيكونوا شبه مستحيلين انهم يداروا للمغاربه. وكاين مرض اخر صعيب وهو الفشل الكبدي في المراحل الاخرى ديالو اللي كيخلي الكبده انها ما تبقاش خدامه نهائيا، والحل الوحيد ديالو هو زراعه كبده جديده. وهذه العمليه حتى هي مكلفه وكتطلب دقه طبيه اللي كبيره، وحتى هي غالبا الناس كيمشيو لدوله النمسا باش يديروها وكتقام اليوم ب 320 و 440 مليون سنتيم. اما في دوله اسبانيا هذه العمليه الثمن ديالها كيبدا من 120 مليون، وتركيا كتبقى هي الدوله الارخص للمغاربه مقارنه باوروبا حيت زراعه الكبد فيها كتقام ابتداء 45 مليون. وهذه الارقام اللي كتسمعوا لو انه كان عندنا العلاج ديالها في المغرب كان ممكن تقام باقل من النص ديال الثمن ديالها، المواطن يتكلف بشويه والدوله تعاونه بشويه واللي عنده يخلص من جيبه. ولكن حنايا للاسف باقي عايشين في العصر الحجري ديال الطب وباقي ما كنقدروش نعالجوا حتى الامور البسيطه، ومن غير هادشي ما عندناش اطباء ديال بزاف د الاختصاصات. وما ننساوش انه المرضى العاديين كيعانيو من تعقيدات اداريه كبيره مع لا سينيسيس، خصوصا فاش كيحتاجوا ادويه اللي غاليه. الصندوق كيوافق يخلص مصاريف العلاج برا المغرب غير الا جاب المريض ورقه من السبيطار الجامعي كتثبت بلي العلاج ديال المرض ديالو ما كاينش نهائيا في بلادنا. والمشكل كيزيد يكبر فاش الطبيب كينصح المريض انه يشري شي دواء جديد ومجهد ديال السرطان او ديال شي مرض خبيث وما كيلقاش لائحه الادويه اللي كتعوضها الوكاله الوطنيه للتامين الصحي، وخاصو روينه وكيدخل في متاهه ديال الاوراق باش يطلب ترخيص استثنائي من الوكاله، ومن بعد يدي ديك الموافقه للصندوق. وهذه العمليه كتاخذ وقت طويل يقدر يضر بالصحه ديال المريض. بلا ما ننساو ان التعويض كيكون ديما على حساب الثمن ديال الدواء الرخيص ماشي الدواء الاصلي الغالي اللي كيشريه المريض. يعني في كاع الحالات المريض كيبقى قدام انه خاصو يخلص الدواء ديالو من فلوس. وكيفاش هادشي ممكن يديروا واحد الانسان اللي الدخل ديالو ضعيف او حتى الا كان كاع من الطبقه المتوسطه ما غيقدرش انه يشري؟ كندويو على ادويه كيوصل الثمن ديالها اكثر 5 المليون لكل لابواط، يعني تقدر تشري جوج او ثلاثه على الاقل. ونتمناو الشفاء العاجل لكمال ولد هذه السيده ولكاع المرضى المسلمين يا رب، حيت راه هاد الناس غير اللي كنقدروا نشوفوهم في الانترنت علم الله شحال اللي راهم مخبيين. دوزو بخير.